رز مصري، حطينا كوب رز مصري. تاخذون اي كوب كبير او صغير بكيفكم، بس نفس المقياس، يعني تاخذون كوب الرز مصري تاخذون كوب عدس. هذا العدس شفتوه، عدس ابيض مكتوب عليه كذا، عدس ابيض. خلاص اخذ كوب عدس ابيض. بسم الله. كوب عدس ابيض. خلاص الحين اغسلها. غسلت الرز مصري مع العدس كوب وكوب، غسلته 4 مرات. وهذه صورته بحط لكم نهاية الفيديو، شوفوا هذا بحط نهاية الفيديو. الحين بنقع الرز والعدس بمويه حار. بسم الله. خلاص الحين اخليه ساعتين، ساعتين ونص، وارجع لكم. صار عندنا عدس، خليته عدس مع الرز ساعتين ونص. الحين اصفي من المويه واطحنه في الخلاطه هذه. بعد ما صفيت الرز والعدس من المويه، اخذ الحين كوب واحد من المويه، نفس الكوب اللي اخذنا الرز والعدس، كوب واحد. خلاص الحين صار معنا ثقيل. حطينا كوب مويه، الحين بحط نص كوب ثاني، نص كوب ثاني، باقي نص ثاني اخر شيء، يعني كوبين مويه. خلاص اخلط مره ثانيه لين تصير نعم مره. عندي بعد ما طحنت، شوفوا بالملعقه، شوفوا كذا زي الدقيق، شفتوا. الحين خلاص اصبه هنا في الصحن، ارجع مويه. اخذت هنا شوفوا، اذا ما عرفتوا 240 ملي كوب، هذا كوب ونص مويه اخذت، حطيت مويه كوب ونص. خلاص الحين اصبه هنا. وبعد ما صبيت الخليط كله هنا في الصحن، شوفوا صار هذا قوامه، شفتوا. اخذ الحين نص علبه زبادي. بسم الله. اخذت نص علبه زبادي واخلط الحين زين عشان ما تصير معنا كتلات الزبادي، لازم اخلطها. هنا صار بعد ما خلطت مع الزبادي، الحين اخذ نص كوب مويه. اول حطينا كوب ونص، والحين صار النص كوب، يعني كوبين مويه، واخلطه مره ثانيه. اخر شيء حط ملعقه صغيره بيكنج باودر. هنا نص فنجان زيت. بسم الله. نص فنجان زيت. وانا عندي هنا قطعه فلفل حار، هذه شفتوا، بس اخذت من شيء بسيط بس عشان حار، هنا داخل حار. هذا هو قطعه الصغار. عندي هنا ورق كاري، اذا ما عندكم مو مشكله عادي. عندي هنا 10 حبات فول سوداني. عندي هنا خردل، نص ملعقه صغيره خردل. بس نحمر الحين. بسم الله. حط كله. بعد ما خليت اقل من دقيقتين، احط الحين ربع ملعقه ثوم مع شيء بسيط من الزبيب. حط هنا البصل شرايح مقطعه، بصل حبه صغيره مره. حركها بعد كذا دقيقتين، حركت البصل دقيقتين، ما خليته يشقر، بس خليته كذا حمصته مع الخردل. عندي هنا نص ملعقه صغيره شطه كشميري، ربع ملعقه الكركم، ملعقه صغيره لغات مشكل. اكتب لكم المكونات ان شاء الله. انا عندي هنا البطاطس، سلقت البطاطس، شوفوا احط هنا البطاطس، حبتين بطاطس متوسط حجم. خلاص هذا بعد ما اخلص احط ملح. عندي هنا حبه واحده طماط طحنتها بحقه البصل. احط ملح وخلي بس 5 دقائق على نار قصير وخلاص. يا بنات نسيت اهم نكته لازم اعلمكم، شوفوا صار حطينا مويه، صار يثقل الخليط. تقدرون الخليط هذا تغلفونه وتحطونه في الثلاجة، ياخذ معكم يومين 3 ايام عادي ما يخرب. شوفوا بس كل ما ثقل الخليط زودونها شوي مويه، تخلطونها بالمضربة هذه لين تطلع معكم زي كذا، ما في تكتلات هنا، شفتوا زي كذا. الحين بزودها مويه، نص كوب مويه ازودها ثاني. شوفوا صار ثقيل، بزود نص كوب مويه، نص كوب مويه ثاني.
كوبين ونص مويه. كل ما يثقل معكم الخليط لازم تحطون مويه. خلاص اخلطها الحين. هنا عندي بيكنج باودر، شوفوا اخذت ملعقه صغيره، لو ملعقه بلاستيك تاخذون نص ملعقه. خلاص اخلطها الحين وخليه واسوي تشتني حق الدوشه. اسوي تشتني الحين، خلاص اخلطها وخليه يسوي تشتني. هنا بسوي تشتني خاص يحطون مع دوسه او دوشه. اخذت هنا نص القبضه اليد النعناع مغسول نظيف، وقبضه واحده كذا اخذت الكزبره، يعني الكزبره اكثر من النعناع. بسم الله. عندي هنا عصير ليمون، نص حبه عصير ليمون. اخذ 3 فلفل حار او حبتين بكيفكم، لانه حار مره بحط حبتين، اذا تبون حار اكثر بكيفكم حطوا ملح. خلاص اطحن الحين وارجع لكم. طحنت، نسيت اعلمكم نص فنجان مويه مع الكزبره والنعناع وفلفل والملح، نص فنجان مويه. الحين اخلط ملعقتين زبادي. تشتني طريقه كثير، يعني انواع كثير تشتني، فيه فول السوداني وفيه انواع كثيره، بس هذه تشتني تصلح اخلط الحين. بعد ما خلطت مع الزبادي شوفوا هذا القوام. اذا ما تبون مويه تقدرون تحطون في الخلاط زبادي ملعقتين تخلطونها عادي. شوفوا هذا اللي صار. خلاص اهم شيء قبل ما تبدون طريقه دوسه لازم تعجنون عجينه، تصلحون حشوه وتصلحون هذه، اخر شيء تسوون دوسه بس. هنا عندي ولعت النار، قصر الحين صار ساخن الطاوه، خلاص اقصر النار. اول شيء احط زيت، اول شيء احط زيت، ملعقه زيت. بعدين عندي هنا مناديل المطبخ، تقدرون تاخذون فوطه خاص للمطبخ نظيف كيف. هذه طريقه، كل ما سويتوا قطع الدوسه الخبز لازم تسوون هذه الطريقه. هذه قصرنا نار لاخر شيء، والحين بحط مويه هنا. بعد ما رشينا مويه في الطاسه لازم نمسحها بالمناديل او فوطه. شوفوا كذا. الحين خلاص احط العجينه اللي سويناها. شوفوا العجينه كذا. البنات والشباب اللي يبون يسوون شوفوا هذا القوام العجينه. اذا حسيتوا انه ثقل خلاص زودوا شوي مويه، لان الرز والعدس يثقل شوي. خلاص زي كذا. الحين بصب هنا، اخذ الملعقه، احط الملعقه ونص. شوفوا ونص من الوسط، افردها كذا من الوسط، يعني زي حركها مرتين. لا تضغطون بالملعقة، لو ضغطتوا ملعقة تطلع العجينة فوق. خلاص كذا على نار بسيط. بحط زيت، نص ملعقة زيت. شفتوا ما تحطون الزيت الا يوم تشوفونه هنا. شفتوا هذا الاطراف هذه بدأ يتحمر من تحت، خلاص وهذا اللون اللي يطلع من وراه. على نار بسيط. الحين بحط بطاطس. بسم الله. تبون تحطون الشتني اللي سويناها، الشتني كزبرة وبقدونس تحطونه هنا، ولا تحطون الحالة بكيفكم. بسم الله. بالملعقة حار. هذا هو خلصنا. خلاص الحين اشيل معكم حشوة البطاطس وهذه الشتني. تقدرون تسوون الشتني داخل وبعدين تلفونه، ولا تقدرون تخلونها من فوق تحطون على جنب كيفكم. هذه الطريقة الأصلية اللي يسوونها في الهند، سويتها معكم. الخطوات الأهم، الخطوة في العجينة لازم تطحنون زي الدقيق، خلونها زي الدقيق عشان ما تصير تكتلات معكم. وتقدرون تخلون العجينة من 3 أيام، يومين 3 أيام تقدرون تخلون العجينة في الثلاجة. كل ما ثقل العجينة تزودونها موية، هذا الأهم شيء في العجينة تضبط معكم. هذا شوفوه. هذه طريقة تقدرون تغطونها وتاكلون هذه.
حشوة البطاطس، وهذا نفس الشيء. هذه طريقة سهل، جربوها إن شاء الله تعجبكم. علينا وعليكم بألف عافية. كانت معكم أم غزل، استودعتكم الله.